كشف وزير السكن والعمران طارق العريبي عن مشروع تطوير ملعب 5 جويلية والارتقاء به إلى مصاف الملاعب العالمية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للملعب ببناء طابق جديد وتغطية الملعب بالكامل. وهذا ما أكدته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، حيث أكدت أنه من بين المشاريع التي ستطلقها الوزارة خلال سنة 2023 هو توسعة ملعب 5 جويلية ببناء مدرج جديد سيبنى فوق مدرجات الفلونفو ويتسع إلى أزيد من 10,000 متفرج، وبالتالي سترتفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 65 ألف متفرج إلى 75,000، إضافة إلى تغطية الملعب بالكامل وتطوير جميع مرافقه من أجل جعل الملعب في حلة جديدة تضاهي ملاعب القرن 21. ويأتي ذلك استكمالا لمجهودات الجزائر من أجل تطوير بنيتها الرياضية وخصوصا الخاصة بكرة القدم، ومن أجل رفع حظوظها للفوز بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.